السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية قبل مباراتين أولا الشكر الموزمبيق لله وأوغندا. and انطلقت then مساء يوم الاثنين the عشر trainer نوفمبر here press 2025 استعدادات conference. المنتخب الوطني Then المغربي as I was on the تحضيرا list and my للمباراة family الوديتين called التي me, my agent سيخوضهما called me, أمام everybody منتخب called me. موزمبيق Yeah. وأوغندا على أرضية الملعب الكبير لطنجة يوم 14 و 18 نوفمبر الجاري. وشهدت الحصة التدريبية الأولى التي أقيمت بمركب محمد الخامس مشاركة جميع العناصر التي استدعاها الناخب الوطني وليد الركراكي، وقد جرت التدريبات في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط عكست روح المسؤولية والحماسة الكبيرة لدى اللاعبين ورغبتهم في تقديم أداء قوي خلال هذا التجمع الإعدادي. وانطلقت الحصة التدريبية عند الساعة 8 مساء واستمرت إلى 9:30، وتخلتها تمارين لاسترجاع الطراوة البدنية. تلتها تمارين خاصة بالجانب التقني بالكرة، وذلك بهدف استعادة الإيقاع والجاهزية قبل الدخول في المراحل المكثفة في التحضيرات. وسيواصل الأسود الأطلس برنامجهم الإعدادي يوم غد الثلاثاء وفق الجدول التي أعده الطاقم التقني للمنتخب الوطني. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.